ما قبل ماتش الزمالك والبنك الاهلي. كالعاده توقع نتيجه ماتش الزمالك والبنك الاهلي، واللي هيكتب التوقع صح هقول اسمه باذن الله في فيديو ما خدش بالك منها بعد الماتش بيوم. امبارح نزل قرار مفاجئ جدا ان جمهور الزمالك هيتمنع وهيتوقف ماتشين، اللي هو ماتش البنك الاهلي والماتش اللي بعده اللي هو ماتش سيراميكا. طب ده كلام يا جماعه؟ يعني هو يقول لك اصل جمهور الزمالك بيشتم، هو مفيش الجمهور بيشتم للزمالك؟ يعني هل انت عايز تفهمني ان جمهور الاهلي ما بيشتمش؟ اقسم بالله جمهور الاهلي بيشتم في المدرجات، وحتى الماتش بتاع الاهلي والزمالك اللي هو الاهلي انسحب فيه جمهور الاهلي شتم وعمل اشارات خارجه. الناس عارفه ايه الاشارات اذا كان باللسان او بالايد. ما توقفش ليه؟ الحكم ما كتبش في تقريره اللاعب في الاهلي يشد الحكم ما يتوقفش. هو ده طبيعي يا جماعه؟ هي دي المنظومه؟ سيبك من مين هنا الاداره ومين هنا الاداره، هو الموضوع باين. عايزين يا جماعه تلعب من غير جمهور خالص، العبوها يا جماعه. بس هو في جمهور اصلا بيحضر لجمهور الزمالك؟ يعني حتى جمهور الاهلي في ماتشات بيحضر فيها 120 نفر 30 نفر، وحتى الماتشات اللي هي المناسبات جمهور الاهلي بقى جمهور مناسبات. ماتش الاهلي والزمالك والاهلي وبيراميدز مثلا جمهور الاهلي لما بيحضر يعني بيشتم وكل الشتام اللي انت عايزها بقى للحكم للعيبه اللي مش عارف ايه. ما بيتوقفوش يا جماعه، ما حدش بيتوقف الا جمهور الزمالك. اقسم بالله جمهور الزمالك هو اللي عمل منظر اصلا للجمهور. هو في جمهور اصلا بيعمل الحاجات اللي بيعملها جمهور الزمالك اصلا كدخلات وتشجيع، هو بقى وقفه عشان دي الحاجه الوحيده اللي بتمشي الفرقه. هو عارف ان المدرب ملط وفي لعيبه ملط وفي مشاكل كتيره في الفرقه، فده الحاجه الوحيده اللي بتحرك اللعيبه دي وبتزق الدنيا وبتمشيها. موقفهولك في ماتشين صعبين جدا. وطبعا الماتش اللي فات كان فيه فضيحه، انا قلت حتى في الفيديو بتاع التحليل قلت لك انا ما بصيتش على القانون ساعتها، ولكن كلامي باين ان قلت لك ان جاي من بطنه لايده. طلع فعلا ان القانون قالها ناس كتير منهم احمد عطا المحلل طبعا، وقالها ناس كتيره منهم حكم كان طلع برده مع الاستاذ محمد الجبالي، طلع واتكلم على ان لو الكره نزلت من ايد اللاعب على رجله مباشره شاط يبقى دي كده هدف اتلغي. وقال ان هي اتعملت السنه دي في دوري ابطال افريقيا، مش عارف كان قال ماتش لا سان داونز او اورلاندو حاجه كده، الكره نزلت من ايد اللاعب على رجله شاط فاتلغى الجول. لكن قال لك لو الكره نزلت من ايده يعني هي خبطت في بطنه في ايده ونزلت واللاعب مشى بيها وراوغ وبتاع وشاط، المفروض الهدف صحيح يا جماعه. يروحوا عاملين يا جماعه مكافئين الحكم اللي ما بيكتبش في اي حاجه في تقريره تيمه جمهور الزمالك. هاجي اقول لك يا انا غاوي مش عارف مين عمر اهلاوي ده دي شتيمه يا جماعه؟ يعني هل كلمه اهلاوي بقت شتيمه؟ برده شيكابالا قالها قبل كده، الواحد كان في اتحاد الكوره راح توقف 8 ماتشات ولا ما اعرفش كام ماتش. هي كلمه اهلاوي لو انتوا شايفينها شتيمه واهانه، طب انتوا اهلاويه ليه لو انتوا شايفينها انها اهانه؟ فالقانون بيقول لك ان الهدف صحيح، لكن خلاص في ثانيه يا جماعه. حتى انا قلت لك هنا الفيديو موجود التحليل من غير ما اعرف، قلت لك ايه السرعه دي؟ قلت لك ده اسرع فار في التاريخ، في ثانيتين شافها. تريكانو كان لازم يكمل الهجمه. هو الحكم الفار الاهلاوي بقى اللي بجد هو والحكم الساحه جه وقفه ورا له حته، كان لازم الحكم بقى اللي هو امين عمر يقول للصباحي يقول له كمل لي، ان هي التركاه في التكمله. الناصر منسي كمل الكوره ما شاطش من مره واحده، ده خد الكوره وراح وراوغ ورقص وشاط في الاخر شاط، مش على طول، مش بشكل مباشر. وده يا جماعه تعديل جديد. فعلا التعديل القديم او القانون القديم كان فعلا لو لمست ايده خلاص، لكن لا يا جماعه دلوقتي الكوره عموما في الكوره اتغيرت في كل حاجه. مش اي لمسه يد في ال 18 اذا كانت لمدافع او لمهاجم تتحسب. في حاجه اسمها قانون، في حاجه اسمها شروط. واحنا عندنا في مصر يقول لك اصل انا مش مقتنع، اصل وجهه نظر. مفيش حاجه اسمها وجهه نظر يالا في القانون، مفيش. في حاجه اسمها 1 2 3 4 القانون بيقول كذا كذا كذا. انت الناس بتختبر اصل انا وجهه نظري، مش وجهه نظر يا حبيبي. القانون بيقول ان هدف ناصر منسي صحيح 100%. دي 3 نقط راحت يا جماعه. طب دي مين اللي هيجيبها يا جماعه ال3 نقط دي؟ مين هيرجعهم مقابل فرقه ثانيه ما بتلعبش خالص وبتلعب بالحب وعندهم المفروض فرقه جامده على مستوى الاسامي والمليارات اللي بتدفع، ومع ذلك الحكام هم اللي بيخليهم يكملوا. اذا كان حكام اجانب في بعض الماتشات او حكام مصريين. هو ده طبيعي يا جماعه في الكوره، هو ده بقت الكوره في مصر. يعني زي ما قلت لك الحاجه النظيفه الوحيده، الحاجه الوحيده اللي بتحرك الزمالك الجمهور. تروح انت موقفه. طب هل جمهور الاهلي ما بيشتمش؟ والله جمهور الاهلي بيشتم، محدش بيوقفه يا جماعه. بصوا يا جماعه اللي عايز بقى يحس باحباط، يحس مش عارف بايه، كل واحد حر يا جماعه، كل واحد ودماغه، كل واحد وافكاره. ولكن الموضوع في ايدينا. موضوع ال3 نقط ده لو اتخصم يبقى الفرق بيننا وبين الاهلي نقطه، مش حتى لو لا قدر الله وقعنا تاني فالاهلي برضو لو وقع مباراه احنا برضو لسه موجودين. فاحنا لغايه اخر مباراه بالمعنى الحرفي، لغايه اخر ماتش، لغايه اخر دقيقه في الدوري ممكن الزمالك يبقى مركز تاني. فقلنا يا جماعه نلعب لغايه اخر مباراه. ايه اللي في ايدينا؟ هل اللي في ايديا 3 نقط دلوقتي انا؟ لا. طب هل في ايديا ان الاهلي يقع؟ لا، انا مش هلاعب الاهلي بشكل مباشر. انا في ايديا ايه؟ ان انا اكسب البنك، اكسب اللي بعده، احاول ان انا اكسب. ده هيجي بان انا احط في دماغي ده ما انزلش انا كمدرب العب على التعادل. انا بالنسبه لي التعادل زي الخساره، انا بقول اخسر مش فارقه، تعادل زي الخساره، انزل اكسب. حتى لو هلعب بمين، هلعب بالفرقه كلها لازم انزل اكسب. لكن فكره ان انزل العب على التعادل دي
والنبي يا جماعه والله ما هينفع. نيجي بقى لفريق البنك الاهلي. النهارده هتكلم على كل حاجه خاصه بالبنك الاهلي، طريقه لعبهم، ازاي بيهاجموا، ازاي بيدافعوا، نقاط ضعفهم، وفيهم حاجه تيبيكال من الفريق المصري هبتكلم فيها برضه. نيجي الاول لازاي كابتن طارق مصطفى بيهاجم مع البنك الاهلي. بس اول حاجه طبعا كابتن طارق مصطفى عامل شغل عظيم وهايل مع البنك الاهلي. دي من فتره، لو الناس فاكره، من قبل ما يجي كابتن طارق الفرقه بتهبط، كان في مشاكل كتيره جدا، لكن الراجل عمل شغل جامد جدا معاهم. نيجي بقى للشكل الهجومي. فريق البنك الاهلي بيلعب ازاي؟ بيلعب 4-2-3-1 واحيانا 4-3-3. بيلعبوا الشكل الهجومي بتاعهم ازاي؟ لعب مباشر لجوه. هتلاقي مثلا صوره قدامك الكره مع البلعوطي حارس البنك، ياخد الكره يديها لمدافع البنك. ركز بقى معايا، ده هنا ماتش البنك وبيراميدز خلص 4-0 للبيراميدز. بيراميدز هنا هيضغط عالي على البنك. لو البنك عايز يطلع بالكره على الارض هيتدرج بالكره او هيبقى مصمم على ده، لكن اللي حصل خد الكره لعب كره مباشره لجوه. لمين؟ لاسامه فيصل اللي بينزل دايما. عشان بص هتلاقي جريندو بيجري تحت، يوقع النور بيجري. نقف بقى هنا، البنك بيلعب ازاي؟ ان الكره تتلعب لاسامه فيصل. ده هوريك صور تانية، بينزل يستلم، يجري احد الوينجين، يجري جريندو، يجري مدبولي، يجري يوقع النور. هو اللي بينزل كانه هو اللي بيصنع اللعب. شبه مين؟ صح، شبه فخري لقاي في سيراميكا كليوباترا اللي بينزل يستلم ويجري اللعيبه. يا جوا مش مقتنع بالكلام ده؟ طب وريني صوره ثانيه من عينيا الاثنين في نفس المباراه، صوره ثانيه كوره مع البنك الاهلي. بص هنا اسامه فيصل بيعمل ايه؟ مدد ايده كده بيطلب الكوره، ينزل يستلم، رغم ان هو المفروض الاقرب ان هو يطلبها جوه ال 18، لكن لا، هو ده دور اسامه فيصل. بينزل اسامه فيصل يستلم الكوره. بص بقى هنا يوقع النور فتح الملعب، اسامه هيعمل ايه؟ هيديله باص بالعرض وهيجري يتحرك في ظهر الباك اليمين لبيراميدز محمد الشيبي. يوقع النور هيعمل ايه؟ هيدي ثرو لاسامه فيصل. اسامه فيصل هياخد الكوره، هيكسر، هيشوط، هيصدها حارس بيراميدز. فخدت بالك تحركات اسامه فيصل، بيتحرك شمال، بيحصل سويتش دايما بين اسامه فيصل والوينجات. ده مثلا في الصوره هنا هتلاقي، بص هنا اسامه فيصل متطرف خالص يا جماعه، سايب الحته دي لجريندو يخش فيها، او اي لاعب لو هيجي من تحت لفوق ان هو يخش على طول في المنطقه اللي هو سايبها اسامه فيصل. فبيتحرك على الاطراف كتير. دي حاجه مهمه جدا، ان انا ببقى عارف اللي انا الفريق اللي هلعبه ايه. اسامه فيصل السنه دي مثلا مسجل 9 اهداف، اغلبيتهم ضربات جزاء، عكس يوقع النور نقطه القوه الاولى في البنك الاهلي. الراجل مسجل 7 اهداف، مفيش منهم ولا ضربه جزاء، واغلبيتها اهداف حلوه قوي، يعني مفيش هدف منها حظ. لما في لعيبه ممكن لعيب يجيب 10 تجوان كلهم هبده وكلهم ضربات جزاء، ده لعيب بالونه سيبك منه. لكن لعيب بيسجل 7 اهداف مفيش ولا واحد منهم ضربه جزاء، حاجه جامده جدا، زي ناصر منسي راجل هداف الدوري من غير ولا ضربه جزاء. وريتك الشكل الهجومي لفريق البنك الاهلي، بيلعب لعب مباشر. اسامه فيصل بينزل زي ما قلت لك، في حريه حركه للثلاثي الهجومي، او تحديدا في حريه حركه بين اسامه فيصل ويوقع النور، لان يوقع النور لاعب سريع جدا، جامد جدا جوه ال 18. خد بالك من دي، هو لاعب مساحات جامد قوي. وفي لعيبه مساحات زي مثلا مع احترامي الكونراد اللي كان موجود في الزمالك مثلا، لعيب مساحات عايز فدان يجري فيه، ده لا، ده لعيب هداف يعرف يجيب جول، حتى بيسجل اكتر ما بيصنع. هو لعيب بيعرف يلعب بدماغه، بيعرف يتحرك جوه ال 18، ذكي، بيعرف يصنع زي ما قلت لك دلوقتي. وريتك السرور اللي رماله اسامه فيصل وده تقريبا شبه انفراد من ناحيه الشمال. هو لاعب مجرد لاعب لا، لاعب سريع وقوي، وانا اتكلمت عليه السنه اللي فاتت، وفي انديه في مصر بيتكلموا. نيجي بقى للشكل الدفاعي. يعني كل ما اتكلمت على نقاط القوه وقلت لك عليها فكره اسامه فيصل، لكن نقاط الضعف لسه. لكن خليني اكمل لك الاول ازاي طارق مصطفى بيلعب مع البنك الاهلي. تعال نيجي دفاعيا بقى. بصوا يا جماعه، فريق البنك الاهلي بيضغط حلو جدا، اذا كان ضغط عالي او ضغط متوسط او حتى ضغط منخفض او بلوك منخفض. تعال نشوف الكلام ده بالصور. الكره مع احمد سامي مدافع بيراميدز. خليني اجيب لك برده ماتش بيراميدز ان هو اقرب بيلعب كده، وهجيب لك دلوقتي الزمالك، بس ركز معايا. هنا طبعا اسامه فيصل راح يضغط عليه، الراجل هيعمل ايه؟ هيديها ناحيه اليمين لمحمد الشيبي. الشيبي اول ما يستلم الكره هيروح يضغط عليه ليوقع النور لاعب البنك الاهلي. الراجل هيعمل ايه؟ مش عارف يطلع بالكره، ينزل له مصطفى فتحي، هينزل مصطفى يستلم، هيديله الشيبي الكره. اول ما مصطفى يستلم، بصوا يا جماعه، 2 لعيبه من البنك هيضغطوا عليه، يوقع النور ومحمد فتحي. هياخد محمد فتحي الكره، هيقطعها منه، بص هياخدها هيسلمها لزميله، وخلاص خدوها لعيبه البنك الاهلي من فرقه زي بيراميدز، من الفرق المتمرسه في خروج بالكوره. طب اوريك الضغط المتوسط هيبقى عامل ازاي. دلوقتي الكوره مع كريم حافظ باك شمال بيراميدز، الراجل هيجري بالكوره، بص في فدان تحس قدامه، لكن لا، جريندو اول ما يشوفها هيروح يضغط عليها على طول. فيعمل ايه؟ هيظهر له رمضان صبحي، هيديله باص نفس الناحيه الثانيه. اول ما رمضان هيستلم، في 2 لعيبه هيضغطوا عليه، نص ملعب بتاع البنك الاهلي ومين؟ احمد مدبولي. 2 هيضغطوا عليه، هيعملوا منه ايه؟ هيقطعوا منه الكوره وهيروحوا بهجمه مرتده للبنك الاهلي. خدت بالك؟ فالناحيه دي بتضغط، الناحيه دي بتضغط، المهاجم بيضغط. ففرقه البنك الاهلي كفرقه ضغط فرقه مميزه جدا، بيعرفوا يضغطوا حقيقه على معاكم. فرقه رخمه، هم يا جماعه المركز الخامس، ممكن يبقوا رابع، ممكن يبقوا ثالث، فهم فريق مميز جدا في شكل في الفرقه، في شكل هجومي واضح وفي شكل دفاعي واضح في الضغط. وريتك ماتش اهو بيراميدز اللي هو فريق زي ما قلت لك من الفرق الجامده. رمضان صبحي مش من اللعيبه اللي بتقطع منهم الكره بسهوله، ولكن في شكل معين للضغط بيشترك في مين؟ خط الهجوم. ركز ان اسامه فيصل بيضغط، يوقع النور بيضغط، جريندو، مدبولي لو لعب، فخط هجوم البنك
بيضغط كويس جدا. انا كده وريتك البنك الاهلي بيلعب ازاي، هجوميا ازاي بيلعبوا لعب المباشر، دفاعيا بيلعبوا ازاي، وكمان وريتك المميزات اللي عندهم خاصه باللعيبه زي وائل نور جامد ازاي في ايه، واسامه فيصل جامد في ايه. نيجي بقى نقاط الضعف، ركز بقى معانا عشان كلام مهم قوي قوي قوي. لو الناس فاكره الفيديو اللي فات لما اتكلمت على نقاط الضعف المصري، حاجات معينه واضحه قوي 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 في البنك الاهلي، هنشوف الكلام ده بالصور، بجيب لك لقطات مفاجاه للزمالك قدام البنك وحاجات كتير قوي. اول نقطه ضعف واضحه جدا في البنك الاهلي الكور الثابته عموما، اذا كانت الضربات الحره او الركنيه. تعال نشوف الكلام ده بالصور. هنا الكره مع محمد شيبي، هنا كره ثابته لفريق بيراميدز. بص ركز على الشكل بتاع لعيبه البنك الاهلي جوه ال 18. الكره هتترفع هتروح لميل المهاجم اللي كان واقف معاه سعيد سيمبوري اللي هو مدافع مش طويل، فخدها ميلي بالهيد. هدف اول لبيراميدز. كل ده مش مقتنع. طب اما اخد لك كره ثانيه، كره ثابته، خلي بالك كره دلوقتي ركنيه لفريق بيراميدز، راح عليها يلعبها مين؟ محمد الشيبي. ركز بقى معايا، ركز على 18 البنك الاهلي او بيراميدز الفرقتين، يعني هتلاقي البنك الاهلي بيلعب يا جماعه مان تو مان. بص ركز والنبي، كل لاعب من بيراميدز ممسوك من لاعب من البنك الاهلي. ده الشكل مان تو مان في الكور الثابته، ماشي. انا شكلي مش بحبذه، انا بحبذ الميكس، يبقى جزء مان وجزء زون. ايه اللي حصل؟ الكره هتترفع. بص ركز معايا بركه كده، بلاتي توريه ممسوك مان من مين؟ من يوقا النور. ركز بقى في دي، ممسوك مان اهو. الكره هتترفع هتترد من لعيبه بيراميدز لبره. مين هياخدها؟ بلاتي توريه اللي هو المفروض مان، ممسوك مان من مين؟ من يوقا النور. هيشوط بلاتي توريه، هدف تاني لبيراميدز من كوره ثابته، يعني من بدايتها كوره ثابته. الكوره لما اتردت هنا المفروض هنا ممسوك بلاتي توريه مان، بس لا، المان بتاعه لا انسرح. فكره بقى عيب المان اللي هو العب مان تو مان كل الكور الثابته، ده غلط. وجهه نظر انا، وجهه نظري الافضل الميكس، العب شويه مان وشويه زون. وريتك اهو كل لاعب من بيراميدز ممسوك من لاعب من البنك. فلو لاعب سرح، ركز بقى، لو في لاعب ما خدش باله، ركز على الكوره، ركز معايا. لو اللاعب بص على الكوره بس وساب زميله اللي معاه اللي هو المفروض يمسكه، هيجيب جول. وده اللي حصل. بيتو توريه فعلا شاط وجاب جول نتيجه سوء رقابه من يوقا النور. تولجور مش مقتنع. طب اديك بقى البوم، انا كنت محوش لك البوم. الزمالك والبنك الدور الاول. تعال نشوف الكلام ده بالصور. الكره مع عبد الله السعيد في عهد جوزيه جوميز. عبد الله السعيد خد الكره، بصوا يا جماعه، ده كره ثابته ملعوبه ضربه حره لنادي الزمالك. بص الشكل اللي واقف بيه لعيبه البنك. بص هنا ناصر ماهر برده هنا ممسوك المفروض من مان لعيب البنك الاهلي. هنا الكره دي كانت ملعوبه وانا شرحتها الدور الاول والفيديو كان ضرب، وفي محللين خدوه بالتلفزيون وقالوا، بس مش ده المهم. اتلعبت الكره من عبد الله من مره واحده لناصر ماهر، شاط ناصر جول اول للزمالك. برضه سوء رقابه من لعيبه البنك الاهلي جوه ال 18 في الكور الثابته. قلت لك اهو، انا قفلتها لك ضمنه. البيراميدز استغلها في هدفين، الزمالك سجل منها الهدف الاول. فالبنك الاهلي المان تو مان اللي بيلعبه البنك الاهلي جوه ال 18 بيحصل فيه سرحان من بعض اللعيبه، بيؤدي دايما لاخطاء واهداف للفريق اللي بيلعب البنك الاهلي. يبقى انا متوقع لو بنتكلم تكتيك وتحليل، يبقى لازم الزمالك يسجل من كره ثابته، اذا كانت ضربه ركنيه او ضربه حره هتتلعب لجوه، هتترفع عالي، هتتلعب على الارض. المهم ان الزمالك لازم يسجل من كره ثابته، لان الكور الثابته نقطه ضعف كبيره جدا في البنك الاهلي. نقطه الضعف الثانيه بقى، وفي 3 تانية شبه المصري قوي، تيبيكال من المصري، العرضيات. تقول له جو انت قلت مره فاتت، والله نفس نقطه الضعف اللي زي ما قلت لك سعيد سيمبوري. انا يمكن دي تاني مره في هذا الموسم اكلمك عن موضوع العرضيات ده. يعني يمكن الفرق كلها في حاجات تبقى مشتركه فعلا. باك شمال عنده مشكله، حتى باك شمال مثلا في الدوري المصري فيه مشكله. الدليل ان مثلا الاهلي عايز يدور بره، الزمالك لما راح جاب ابن بنتايك من بره. فاغلبيه الفرق بتدور دايما على اللعيبه اللي بره، لان الباكات شمال في مصر ده مشكله عموما. ولكن العرضيات نقطه ضعف مرعبه في البنك. تعال نشوف الكلام ده بالصور وفي ماتشات برده مفاجاه. كره مع مصطفى فتحي، هياخد مصطفى الكره جنبه الشيبي هياخد الكره، هيعمل ايه؟ برافو عليك، هيلعب عرضيه. بص بقى هنا العرضيه لما تلعب هتروح لمين؟ لقطه. اقصر لاعب في خط هجوم بيراميدز هو ابراهيم عادل، اقصر 2، هياخد قطه الكره بالهيد جول. ده سوء رقابه من لعيبه البنك الاهلي، مش فكره بقى طويل وقصير، ده هنا سوء رقابه. لان لو بتتكلم على الطول فاكيد مدافعين البنك اطول من قطه، لكن هنا في زي ما قلت لك سرحان بيحصل في لعيبه البنك اثناء الكور العرضيه بتلعب، اذا كان من كور ثابته او من كور متحركه، شبه المصري، ولكن المصري افضل من البنك كمان. انا بقول لك اهو، يعني لما قلت لك ان نقطه ضعف في المصري، لا، هي لو بتقارن المصري بالبنك فالمصري افضل بكتير في التعامل مع العرضيات من البنك. فالبنك عنده مشاكل كبيره واضحه في ده. تقول يا جو صراحه مش مقتنع. البيراميدز عندهم الشيبي بيلعب عرضيات كويس قوي، وعندهم مايل، وعندهم لعيبه جامده رغم ان جاب جون قطه. طيب البوم، الزمالك والبنك الدور الاول. تعال نشوف الكلام ده بالصور. الكره مع ناصر ماهر، لما كان ناصر ماهر بيركز وفايق وما اعرفش ايه اللي حصل له. ناصر خد الكرة هنا، هيلعب عرضية لمين؟ لناصر منسي. ده أول ماتش في الدوري، ناصر منسي بالهيد، هدف تاني للزمالك. يعني هو المفروض هنا البنك الأهلي متحفظ وإن هو متعادل فهو عايز يتعادل، ومع ذلك العرضية وصلت وخدها منسي بالهيد جول. قلت لك أهو بيراميدز
جبت لك الزمالك عشان اكيد البنك الاهلي هيلعب نفس الطريقه، مش هيغير، ما هو لعب بيراميدز كده ونفس الثغرات. سبحان الله يا اخي، اللي ظهرت قدام بيراميدز ظهرت قدام الزمالك، هي. طب هل هنستغل؟ الله اعلم. هل هنبقى عارفين المشكله فين؟ الله اعلم. لو بنتكلم تكتيك وكوره فلازم المهاجم بتاع الزمالك اللي هو يا رب يبقى ناصر منسي يلعب، ما اعرفش ايه الدنيا. ناصر منسي لازم يسجل في المباراه دي، لازم. حتى المره اللي فاتت قلت لك لازم يسجل، وهو سجل. سبحان الله يا اخي، سجل. ولكن طبعا الهدف اتلغى، اما الهدف صحيح 100%. المره دي بقول لك اكتر ان الكور الثابته فيها مشاكل، العرض بتترفع، وكمان العرضيات. انا وريتك اهو ماتشين مختلفين، وفي على فكره في كور كتير للموضوع ده، بس انا جبت لك ماتشين لان غالبا البنك هيلعب بنفس الشكل ده. نيجي بقى للتشكيله الافضل لنادي الزمالك. هتقول لي ده جو انت كان قلت دلوقتي ان في نقطه ضعف ثالثه عند فريق البنك الاهلي. فعلا في نقطه ضعف ثالثه، ولكن يعقوب والباك الشمال للبنك الاهلي، الواد ده لعيب كويس جدا. في ماتشات يعني الدور الاول بتاع البنك الاهلي والزمالك الواد ده كان فلته، شفته في ماتشات بعد كده المستوى مش افضل حاجه، فهو مش عارف، فاحنا بقى وحظنا. ولكن هو عنده مشكله واضحه ان هو طبعا قصير جدا، فاللوب اللي بيتلعب في ظهره بيبقى مهم، ولكن مين هيتحرك في ظهره؟ ده بقى هنا التريكايه. فعشان كده ما عنديش اصلا جناح يمين، فهي دي المشكله. لكن هي نقطه ضعف، لو انا عندي جناح يمين صريح لازم استغله. نيجي بقى للتشكيله الافضل لنادي الزمالك. طبعا يا جماعه انتوا عارفين بيسيرو هيلعب 3-5-2، وانا بقول لك خلي بالك من مرتدات ياو النور، خلي بالك من مرتدات اسامه فيصل، خلي بالك من جريندو. انا بقول لك اهو من دلوقتي خلي بالك من مرتدات طارق مصطفى مع البنك الاهلي. انا بقول لك اهو هو هيلعب 3-5-2، انا هقول لك طريقه انا الشخصيه هلعب ازاي. هلعب 4-2-3-1. حراسه المرمى عواد، خط الدفاع حسام مجيد وصلاح مصدق. انا بالنسبه لي ممكن العب الونش. صلاح مصدق الماتش اللي فات كان عنده شويه مشاكل، ولكن اتمنى ان مصدق يبقى مركز المباراه دي، مباراه صعبه مش سهله. باك يمين عمر جابر، باك شمال محمود بن تايك، نص ملعب هلعب بشحاته، جنبه عبد الله، قدام ركز بقى هلعب رقم 10 ناصر ماهر، ولازم يلعب ناصر لازم. ناحيه الشمال هلعب بشلبي، مهاجم اتمنى يكون سليم ناصر منسي يا رب لانه في مشكله في مناخيره. ناحيه اليمين هلعب باحمد فتوح. قفشتك هتقول لي فتوح مصاب، انا والله ما اعرف هو مصاب ولا هيلعب ولا لا. طب لو مصاب، لو افترضنا ان هذا اللاعب مصاب، ممكن العب بمحمد حمدي جناح يمين بحيث ان هو يدافع كويس مع عمر جابر في الجبهه دي اخطر جبهه في البنك، جبهه ياو النور ويعقوبه، وبيميل عليهم اسامه فيصل، فالجبهه دي خطر. فانا ممكن العب بحمدي بحيث ان هو يرجع يدافع مع عمر جابر، ده لو فتوح مش مصاب، لو فتوح قصدي مش هيلعب المباراه. فممكن العب زي ما قلت لك محمد حمدي وينج يمين واجربه. الواد نفع ماشي، ما نفعش هدي بيرجع يدافع مع عمر جابر. بس لازم والنبي يا ريت فتوح حتى يبعد على الدكه. حاجه تانية، ما اشوفش الجزيري، ما اشوفوش حسام اشرف. لو لا قدر الله منسي مش موجود، حسام اشرف يقدر يلعبها، يلعب بدماغه مش افضل حاجه لكنه ممكن. مفيش سيدين ضاي، مفيش ايمن امير عبد العزيز. انا يا جماعه زهقت من الجزيري. على فكره الجزيري ممكن يلعب يجيب بيها تريك، ولكن انا مش هقدر، ما بيجريش، مكسل، متخاذل. طب يجي حد يقول لي طب جو لو هو لعب 3-5-2 من عينيا الاثنين، اكيد هلعب بعواد حراسه المرمى، هلعب قدامه مصدق وحسام عبد المجيد والونش، وينج باك يمين عمر جابر، وينج باك شمال بن تايك. نص الملعب هلعب بشحاته، هلعب بعبد الله، هلعب بناصر ماهر، قدام اثنين ناصر منسي وشلبي. لو ناصر منسي مش موجود العب بحسام اشرف. ما اشوفش الجزيري مش موجود، سيدين ضاي. على فكره الواد سيدين ضاي ده مش افضل حاجه، ولا تحت السن، الواد طويل قوي يا جدعان، الواد طويل قوي، يمكن 1.90 ولا مترين. ما ينزل يا عم، ما تنزل وتلعب له العرضيه يمكن. على فكره انا مش عايز منه اي حاجه غير العرضيه اللي بالهيد، هو اصلا طويل قوي. مدافعين البنك يا جماعه مش طوال، بالذات كمان لو اديت له تعليمات تقول له اتحرك في ظهر سعيد وسيمبوري اللي هو مش طويل، والله هتاخد منه الكوره وهتجيب جول. نستغله، مفيش مهاجمين. فاتمنى من بيسير ان هو يركز اكتر، ان هو يلعب بالطريقه الصح. يا رب يا رب الزمالك يكسب ان شاء الله باذن الله. لايك، شير، سبسكرايب. السلام عليكم.